اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام. بنجيب افضل 5 افلام في كاتيجوري معين، بنقدم لك افلام مش مشهورة وتقييماتها محترمة جدا. 80% من افلام السينما بيكون فيها عامل مشترك دايما، هو الدراما. لو فيلم رعب بتلاقيه رعب ودراما، رومانسي ودراما. وافضل افلام الدراما كتير جدا، وافلام مشهورة جدا زي الافلام دي. النهارده بقى جايبين لكم افضل 5 افلام دراما متنوعه، ما بين دراما حزين ودراما كوميدي ودراما موسيقى ودراما رومانسي، كوكتيل دراما. بس افلام ممتعه جدا. ولو فعلا تقييماتنا وترشيحاتنا عجبتكم ياريت تقولوا لنا في الكومنتات. ويلا بينا نبدا. الصراحه الفيلم ده خساره كبيره انه مش مشهور، لانه فيلم حلو قوي. فيلم من انتاج 2020، بيحكي عن جون، وده عامل في تنظيف الازاز، بينظف ازاز الواجهات. عنده ابن اسمه مايكل، بس للاسف جون بيكتشف انه مريض بالسرطان، ومش قدامه في الدنيا غير شهور قليله جدا. وقرر بعدها جون ان هو يدور لابنه مايكل على اسره تتبناه وهو عايش، لانه هيبقى خايف عليه قوي بعد ما يموت. هيعمل ايه وهيعيش ازاي؟ فعشان كده قرر من دلوقتي يختار له اسره هي اللي هتتبناه بعد ما يموت. الفيلم ده بسيط جدا، بس الاحساس فيه رهيب جدا. اي فيلم بيعمله توم هانكس فهو روعه من قبل ما تشوفه. في رايي ان توم هانكس ده افضل ممثل شفته في حياتي. فيلمنا النهارده من بطولته، من انتاج 2023. الفيلم بيحكي عن اوتو، رجل عجوز ارمل عايش لوحده. الناس كلها وجيرانه في الحي اللي هو ساكن فيه شايفاه راجل غريب الاطوار، راجل روتيني بيتعامل مع كل الناس بنفس الشكل بقاله سنين كتيره جدا، لحد ما هتيجي عيله جديده تسكن قدامه. العيله دي هتغير كل روتين حياته. فيلم دراما كوميدي حلو قوي. فيلم فيه كميه مشاعر وحب مش طبيعيه. الفيلم من انتاج 2001، من بطوله شون بين. كان لازم ياخد اوسكار عنه، لان الفيلم ده من احلى افلامه. الفيلم بيحكي عن سام، شخص عنده اعاقه ذهنيه، عقله عقل طفل عنده 7 سنين. سام بيلاقي نفسه فجأة أب لبنت اسمها لوسي، بنت صغيرة. ازاي يقدر يربيها وهو أصلا طفل؟ وأمها أصلا هربت أول لما خلفتها، لأنها متقدرش تعيش مع سام وهو بالإعاقة دي. بس ازاي طفل هيقدر يربي طفلة؟ وهل المجتمع أصلا هيوافق على ده؟ ده اللي هنشوفه في أحداث الفيلم. الفيلم ده روعة بجد. حلاوة الفيلم ده في بساطته، لأنه بيتكلم عن ناس عادية، الناس اللي بتشتغل تنام تستنى تاني يوم يجي عشان تشتغل تاني. الفيلم من انتاج 2016، بيحكي عن دانيال بيليك، نجار عنده 69 سنة، عاش طول عمره بني ادم عادي خالص. يصحى يروح شغله، يخلص شغله، يرجع ينام عشان يستنى تاني يوم يجي. ولما في يوم جاله ازمة قلبية وتعب وحب ياخد اعانة من الدولة، لقى نفسه بيخبط في حيطة سد. نجار قدر يصلح كل حاجة في حياته الا القوانين الغبية اللي مش عايزاه يطالب بأبسط حقوقه. فيلم مش مشهور بس حلو جدا. فيلمنا ده واخد جايزة الأوسكار 2022 لأحسن فيلم. فيلم روعة، بيحكي عن روبي دي فرد من أسرة مكونة من 3 أفراد، أب وأم وأخ. للأسف كلهم سم ما عدا روبي اللي اتولدت كده. وبسبب إنها بتجيد لغة الإشارة، أسرتها قررت إنها تعينها ليها كمترجم في كل حاجة في حياتهم. أسرتها بتشتغل في مجال بيع الأسماك، وده مصدر رزقهم الوحيد. بس روبي بتعشق الموسيقى وبتعشق الغنى. بس أحداث الفيلم ده هتخليها ما بين نارين، هل تكمل في الغنى اللي هي بتعتبره كل حياتها، ولا هل تكمل مع أسرتها اللي هم بيعتبروهم كل حياتها. فيلم روعة، مش مشهور بس فيلم جميل جدا، ويستحق فعلا يكون المركز الأول. لو حلقة النهاردة عجبتكم ياريت تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. ولو أول مرة ليك في القناة ياريت تشترك في القناة، مش هتندم أبدا. خلص الكلام، سلام.